السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناة سهل ومضمون. الوصفة اللي غادي نقترحها لكم اليوم هي طاجين بالخضر بطريقتي، إن شاء الله ينال إعجابكم. ولكن قبل ما نبداو في الطاجين وغادي نشوفوا كيفاش غادي نستعملوا الطاجين لأول مرة، يعني أنا هنا عندي طاجين جديد، غادي نوريكم أنا طريقتي اللي أنا معتمدها سنين. انا هنا كنستعمل الشحمه، هنا سخنتها غير شويه باش تساعدني انني ندهنها للطاجين. كندهن هذا الطاجين مزيان بالشحمه. كاين اللي كيستعمل الزيت، كيف انا كنستعمل غير الشحمه. بهذه الطريقه كيجي حتى الطاجين من بعد سبحان الله كيجي لذيذ. غادي ندهنوه هكا كامل، كندهنو حتى في الجناب بهذه الطريقه هذه. هذا الطاجين غادي يبان لكم مختلف، لان هذا الطاجين كيتوجد في مدينه قلعه مكونه. غادي نوريكم كيفاش شنو اللي مختلف فيه. هذا هو الاختلاف اللي كاين فيه. هذا يعني ما كنحتاجش قصديره انني نحطها تحت الطاجين، هذا لاصقه فيه القصديره ديالته. هو كيتوجد دابا حتى بالمدن القريبه من قلعه مكونه، وفيه هادو كيف ما كتشوفوا هاد اليدين ديالو، يعني حتى الا جيت تهزي يعني ما غتحتاجيش انه ما غيحرقك ما والو. صافي دابا غادي ندهن اي بلاصه. دهنت حتى هنا مزيان، غادي دابا ندهن الغطايه ديال الطاجين. ندهنها من الداخل. صافي ها هو من بعد ما كملتو دهنتو كله مزيان. دابا غادي ندخلو الفران، غادي يكون الفران عندي سخون، غادي ندخلو واحد 15 حتى 20 دقيقه وغادي نخرج. هو الطاجين خرجته من الفران، خليته 15 دقيقه كيف ما قلت لكم، من بعد طفيت عليه وخليته تما برد شويه حتى قديت نهزو. صافي غادي نخليه دابا يبرد مزيان. الا انت اختي كنتي محتاجه ديك الساعه غادي تخليه يبرد مزيان وتغسليه بالصابون مزيان وتستعمليه. الا انت ما محتاجاش خليه حتى تكوني محتاجه عاد تغسليه ان شاء الله. اخواتي دابا غادي نبداو بالطاجين ديال الخضر. بطبيعه الحال الطاجين غسلته مزيان ودرت فيه هنا واحد البصله كبيره، ممكن ديروا جوج بصلات متوسطين قطعتهم هكا شرائح. نزيد عليهم هنا عندي هنا 3 ديال الفصوص ديال الثومه. حطيت اللحم ديالي. صافي ما غادي ندير لا زيت لا والو، غادي ندير انا الماء، واحد الكميه قليله من الماء هكا تقريبا كاس. دابا غادي ندير هنا شويه ديال العطريه. هاد العطريه هي نفسها اللي غادي نعاود نستعمل فوق الخضر. دابا غادي ندير شويه باش يتشربها اللحم. عندنا تحميره، بزار، سكينجبير وخرقوق. صافي دابا غادي نحطو على النار يتشحر وندير حديده تحت منه. انا كيف ما قلت لكم عندي حديده هنا لتحت، يعني ما كنستعملش الحديده دابا. الا عندكم هذا النوع ديال الطاجين صافي ما تحتاجوش الحديده. الا ما عندكمش ضروري انكم ديروا شي حديده تحت ديال الطاجين باش ما يتحرقش. كيف ما قلت لكم دابا غادي نحطو على النار مهيله يتشحر، وانا غادي نبدا نشد الخضره ديالي. ودابا من بعد ما تشحر ليا شويه الطاجين غادي نزيد هنا شويه ديال
مطيشه اولا الطماطم مقطعه هكا صغيره. صافي من بعد ما استفت الخضره ديالي، وحده بطبيعه الحال دير الخضره اللي هي كتحب في الطاجين ولا الخضره اللي موجوده عندها في الدار، يعني اي خضره كتجي زوينه في الطاجين اللي منوع بالخضر. عندك هنا درت انا فلفله وبطاطا ولفت خيزو، وعندي الفلفله ضروريه في الطاجين ديال الخضر. عندي هنا اللوبيا فاصوليا ومطيشه سوريز، يعني طماطم صغيره هذه سوريز. يعني اللي ما عندوش يدير غير المطيشه العاديه اللي موجوده عنده في الدار. صافي دابا غادي نزيد عليها شويه ديال القزبر والمعدنوس مقطعين من الفوق بهذه الطريقه هذه. هنا عملت الزيت والماء خلطتهم هنا، وزدت عليهم التوابل. وحده دير التوابل اللي هي كتستعمل في الطاجين اولا في المرق ديالها. عملت انا التحميره والخرقوم سكينجبير وملحه وشويه ديال البزار، ماشي بزاف لان البزار دغيا كيبان في الطاجين وكيجينا الطاجين حار. دابا غادي نخلطهم مزيان. صافي غادي نخويهم هكا من الفوق ديال الطاجين. صافي وغادي نخلي الطاجين يطيب على نار مهيله بزاف، يعني الا كنا بغيناه للغدا نديروه بكري، ولا كنا بغينا العشاء نديروه من العشيه زعما شويه بكري باش يوجد لينا. صافي غادي نغطي الطاجين ديالي ونخليه يطيب على خاطرو. نتلاقاو ان شاء الله من بعد. الطاجين ديالي ها هو طاب، مره كنبدا نرمي ليه شويه ديال الماء حتى كيكمل الطياب ديالو. ملي كيكون على النار غير شويه ديال الماء، ما نكثرش. انا هكا كنخليه ناشف تقريبا من الماء، ما كنخلي فيه والو، يعني كتعجبني الخضره تبقى بوحدها، ولكن هذا كيبقى على حسب الذوق ديالكم. الطبق النهائي ديالي نتمنى انه يكون نال اعجابكم وتجربوه. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم اعملوا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناه وبارطاجيو الوصفه مع الاسره والاصدقاء ديالكم. والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.